اهلا بيكم. قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لكم انكم اجدع متابعين ومتابعات في الدنيا، وعشان كده النهارده هلخص لكم فيلم هيجري الدم في عروقكم وهيخليكم ما تقوموش من مكانكم غير لما تعرفوا ايه اللي بيحصل ده وازاي الناس دي جامده كده. استعدوا بقى للجمدان، ويا ريت لو الفيلم عجبكم تدعمونا بالاشتراك في القناه عشان اللي جاي كله ضرب نار. ويلا بينا نصلي على سيدنا محمد ونبدا فيلم النهارده. بطلنا ظابط واسمه في جي، بس مش اي ظابط، ده بيدي المجرم كف يخليه ما يعرفش هو رايح ولا جاي، وواحد من الارهابيين اللي شكله كده مستغني عن عمره قتل بنته. فبتكون النتيجه ان في جي بيجمع فريقه وبتقوم الحرب العالميه الثالثه والرابعه كمان. وفي اول الفيلم قنبله بتنفجر في كافيه وبتجيب اللي فيه تحتيه، ويا ريته كافيه عادي، لا يا صاحبي ده كافيه كان فيه كام واحد اجنبي كده قاعدين فيه ومش مدين خوانه. وطبعا لانهم اجانب الدنيا بتتقلب، ومسؤول عالي المستوى بيروح للوزير شخصيا وبيقول له ان سفارات الاجانب اللي ماتوا في التفجيرات مش ساكتين ومصممين يجيبوا حق ناسهم اللي ماتوا، ما هو اصل الواحد منهم يسوى 100 من ولاد بلدك اللي ماتوا يعني. وطبعا الوزير بيحط راسه في الارض وبيقول له والنبي اخويا ما اعرف مين اللي عملها، انا لو اعرف اقول على طول. وهنا المسؤول بيقول له بقول لك ايه، محدش هيجيب لك قراره غير الضابط في جي وفريقه اللي مفيش قضيه في بر الهند كله تصعب عليه. فبيقول له وانا موافق يا صاحبي. وبعد كده بنشوف عامل ديليفري غلبان بيوصل الطلب اللي معاه، لكن العنوان بيطلع غلط، لكن في الحقيقه هو مش غلطان، ده حويته كان عاوز يعرف في كام واحد في المكان عشان ياخد احتياطاته يعني قبل ما يهجم على المكان. لكن بيطلع المجرم احوط منه وبيضرب عليه نار، وفي اللحظه دي بيوصل الاسد الجبار والبطل المغوار في جي وما بيخليش للمجرمين، وهو واصحابه بيخلصوا عليهم وبينجحوا في مهمتهم كالعاده. ولما بيرجع في جي البيت بيلاقي العقيد عنده، وساعتها العقيد بيروش وبيقول لبريا مرات في جي انت وليه انت ما بتكلميش مدامتي ليه؟ واحنا مش قد المقام ولا ايه؟ فبتقوله لا ابدا يا سياده العقيد، بس مراتك بتفكرني ببنت نافيه وبتفتح الجرح اللي بحاول اقفله من زمان. وبنرجع شويه بالزمن علشان نشوف نافيه وهي بتقول لهم والنبي يا بابا والنبي يا ماما عاوز اروح مع صاحباتي. تروح فين بقى؟ تروح الكافيه علشان نفسها تشرب لاتيه. ففي جي بيقول لا نافيه اقعدي يا بنت في البيت وانا اعمل لك لاتيه وباتون ساليه وحاجات كده. ايه يا راجل انت عاوز تحبس حريه البت ولا ايه؟ ما تسيبها تفك عن نفسها شويه. فبيقول لها اللي تشوفيها ام نافيه، وهوب نافيه بتقعد على الكافيه من هنا والقنبله بتنفجر من هنا وهي وصاحبتها بيموتوا منفجرين يا عيني. بنرجع تاني للعقيد اللي بيقول لي في جي ان التفجيرات كترت وهم لازم يعرفوا مين اللي ورا التفجيرات دي لان شكلهم قدام الناس بقى مش قد كده. فبيقول له تمام يا رئاسه وانا هجمع فريقي وهنشتغل على طول. وفريقه ده بيكون شويه رجاله كده، انما ايه عضلات بقى وحبشكنات وحاجه عظمه يعني. ولما بيروحوا المكان التفجير بيطلب في جاي من فريقه يراجعوا الكاميرات ويشوفوا البصمات وكده يعني. وبنعرف بعدها ان في جرسون مصلي الفجر وامه دعياله وما ماتش في الانفجار بس محجوز في المستشفى وفي غيبوبه من يوم التفجير. وبعد كده لما بيراجعوا الكاميرات بيشوفوا فيها واحد اتردد على الكافيه كتير وكان دايما بيخبي وشه من الكاميرات. فبيقول لهم بس هو ده الراجل بتاعنا اللي لازم نلاقيه باي تمن. وتاني يوم بيعرفوا ان الجرسون فاق، فبياخد ديله في اسنانه وبيجري على المستشفى علشان يلحقه قبل ما السر الالهي يطلع. وهناك بيلاحظ ان الويتر واهله خايفين يقولوا اي حاجه، لكن في جاي بيقول لهم ما تخافوش من حاجه، انا معاكم وبوعدكم اني هقبض على الارهابي. وساعتها الويتر بيتشجع وبيوصفه له. وفي الوقت اللي الويتر بيوصف فيه الارهابي بتكون في شحنه متفجرات جديده بتدخل البلد. وبعدها في جاي بيقول لرجالته ان صوره الارهابي لازم تتوزع في كل مكان عشان يوصلوا لاي معلومه عنه. وساعتها بتكون عربيه المتفجرات بتعدي الحدود، ولما الحرس بيحاولوا يفتشوها الارهابي بيبندقهم وبيخلص عليهم. وعشان هو قادر ويعملها بيكلم في جاي وبيقول له لو انت عقيد ابن عقيد اقبض عليها قبل ما افجر القنبله الجديده الجاحد. لكن ما بيعملش حسابه ان واحد من اصحاب الفنادق بيتعرف على صورته، وطبعا في جاي ساعتها بيروح يحقق معاه علشان يعرف منه اي معلومات عن الارهاب الجاحد، لكنه بيطلع ما سجلش اي بيانات عن نفسه. وساعتها صاحب الفندق بيقول لي في جاي انه قعده عنده علشان جاي من طرف صديق ليه اسمه ميزار. فبيروح في جاي يقبض على ميزار وبيديله فين ما يوجعك بقى ضرب وتعذيب لحد ما ميزار بيعترف ان الارهابي اسمه خالد وجاله عن طريق واحد باكستاني اسمه رياض. وهنا في جاي بيقول له حبيبي يا خلوده ده انت هيتعمل معاك احلى واجب. وبعدها بيطلع في جاي يدور على اي معلومه عنه، وهنا بيجيله اتصال من مركز المعلومات بيعرف منه ان خالد كان مشترك في التفجيرات اللي حصلت سنه 2008، والتفجيرات دي اتمسك فيها ارهابي اسمه بيري باي ولسه مسجون لحد دلوقتي. فبيحط في جاي خطه اتعملت 100 مره في افلام الابيض والاسود، وبيدخل على السجن كانه ارهابي. وهنا بيتعرف على بيري باي وبيحكي له انه اتقبض عليه بسبب سفره لباكستان وان الشرطه عايزه تعرف معلومات عن واحد اسمه خالد. فبيري باي بيقول له انت شكلك عيل رجوله كده وانا هعمل معاك الصح وهخرجك بكفاله. وبيقول له على مكتبه يروح عليها بعد ما يطلع ورجالته هناك هيساعدوه. وبعدها في جاي بيعرف ان خلوده بيجهز لتفجير كبير لملعب الكروكت
وبعد كده بيطلع من السجن وبيروح على المكتبه وبيقول لصاحبها انا جاي من طرف شقك بريباي. وفي نفس ذات الوقت بيكون الارهابيين واخدين القنبله ورايحين ينفذوا الخطه. وبعدها بيتصل بفيجي وبيقول له انه عارف انه شريك خالد جاي النهارده الهند يعالج ابنه، فبيروحوا يراقبوا المستشفى لغايه ما بيقبضوا عليه وهو بيزور ابنه. وفيجي بيقول له هتقول لنا كل اللي تعرفه عن خلوده بما يرضي الله، ولا اقتلك وابنك برضه يعرفنا كل حاجه عنه ان شاء الله. فبيقول له لا ده انا اجيب لك قرار كل الارهابيين اصحابي، بس سيب الولد عشان ده عيان يعني وصاحب مرض. وبعدها بيكرر له كل المعلومات اللي عنده، فبيقبضوا على ارهابيين كتير. وهنا صاحب المكتبه بيقرر انهم لازم ينقلوا خالد لمكان امن لحسن شغلانه الارهابي دي ما بقتش مضمونه، وهم لازم يحافظوا على الكبير بتاعهم. فبيتصل علي يبلغ فيجي انه هيساعد في نقل خالد، وبيبلغه بالمكان اللي هيقابله فيه. وتاني يوم بيكون فيجي موزع رجالته في المكان، وبيوصل على المكان وبيكون خالد هو كمان بيراقبه، وبيتصل بيه وبيبلغه بالتعليمات اللي يعملها، فبينفذ علي المطلوب منه. ولما خلوده بيتاكد ان علي بعيد عن الشرطه بيقول لها انا نازل، فبينزل فيجي جري علشان يمسكه. لكن خالد مش اي ارهابي، ده حريف مش اي كلام يعني، زي ما احنا حريفه افلام يعني وكده، وانتوا جمهور مش اي كلام برضه، فما تنسوش اللايك بقى والاشتراك والحاجات دي. المهم ان خلوده بيهرب من فيجي، ومش بس كده، ده الشرطه كانوا فاكرين ان علي واحد من الارهابيين، فبيتنرفز فيجي عليهم وبيقول لهم هو انا ناقصكم، وبيضرب واحد منهم. وبعدها رئيس الشرطه بيقول له القضيه دي ما بقتش تخصك خلاص، لكن فيجي بيقول لفريقه انهم مكملين في القضيه. وبعدها بيروح على العقيد وبيبلغه انه عرف مكان خالد عن طريق مراته، ما هو ما يوقعش الراجل غير الست زي ما انتوا عارفين بقى وكده. وهم بعد ما تتبعوا اتصال لمرات خالد عرفوا انها في نيبال. وبعد كده اريا بتقول لفيجي ان في واعظ ديني في باكستان وانها متاكده انه خالد، وبيقول فيجي للعقيد انهم لازم يقبضوا عليه. ووقتها بيكون خلوده الجاحد بيصنع قنابل وبيديها لرجالته، وبيروح العقيد للوزير يبلغه باللي عرفه. فالوزير بيرفض انه يجازف وبيقول له ان المعلومه مش اكيده، لكن بطلنا فيجي بيقول له انه مش هيستنى موافقه الوزير، وهوب الانفجار بيحصل وبيموت فيه ناس كتير. وهنا العقيد بيقول لفيجي اشهد لك امين يا ابن عمي، انا موافق على كل اللي انت عاوز تعمله، بس لو اتمسكت هقول ما اعرفكش، لا اصيل يا وزير. وساعتها فيجي بيقول له امين وانا موافق. وبعد كده بيتجمع الفريق كله وبيقول لهم على الخطه، وبيعرفهم ان كل واحد عنده حريه الاختيار، ولو مشوا كلهم وسابوه مش هيقول عليهم اشرار. وهنا كلهم بيقولوا له معاك لاخر المشوار. وبعدها فينود بيقول للعقيد انه عرف انه حول مبلغ كبير من فلوس الاداره، يا ترى صرفها على مين بقى؟ فبيضطر يقول له على الخطه اللي بينفذها فيجي، وبيوعده اذا حصل اي حاجه انه هيتحمل المسؤوليه لوحده. فبيقول له امين يا صاحبي. وتاني يوم بيكون فيجي وفريقه رايحين على نيبال، فبيتفاجئوا اول ما بيوصلوا بمساجين بيهاجموهم، لكن على مين؟ فيجي واللي معاه بيعملوا حركتين اكشن وبيخلصوا عليهم. وبعدها بتاخدهم اريا على البيت الامن، وطبعا وقتها بيكونوا اتاكدوا ان في خاين عارف كل تحركاتهم، وبيطلب من اريا تجيب له معلومات عن المسلحين اللي هاجموهم. فبتاخده على واحد زميلها اسمه لاكشمان اللي بيقدر يعرف مين اللي ورا الهجوم اللي حصل، وبيقول لهم انه زعيم المافيا، اصلها كانت ناقصاه هو كمان. وبعدها بياخد فلوس من اريا علشان يجيب لهم اسلحه. وبعد كده بيبلغ لاكشمان اريا بمكان زعيم المافيا علشان يخلصوا عليه. فبيراقبوا المكان، لكن العربيه بتغير اتجاهها، لكن اريا بتتصرف وبيقدروا يضربوا كل الحراس ويمسكوا زعيم المافيا. وبيعرفوا منه انه خالد قاعد عند مسؤول باكستاني كبير اسمه عبد الله، وان عبد الله هو اللي طلب منه يقتلهم، ونعم الصحابه زعيم. وبعدها فيجي بيخليه يكلم عبد الله ويقول له انه قتلهم علشان يطمنه. وبعدها فيجي بيقول لزعيم المافيا سلام انت بقى صاحبي، وبيعمل معاه دنيئه وبيخلص عليه. ووقتها بيكون العقيد قلقان على فيجي وفريقه لان موبايلاتهم اتقفلت. وفي باكستان بنشوف فرح ابن عبد الله، فبينفذ فيجي خطته هو ورجالته وبيلبسوا جرسونات. فبتعمل اريا حادثه مع عربيه الويترز الحقيقيين علشان تعطلهم، وبيوصل لاكشمان وبيعمل انه من الشرطه وبيطلب منهم يمشوا معاه، وبيروح واللي معاه بدلهم الفرح. وخلود ده كمان بيروح الفرح، لكن قبل ما يقبضوا عليه بيعرفهم فبيفلق بعربيته بسرعه. وعشان تكمل عبد الله كمان بيعرفهم، لكن فيجي بيطلع انصح منه وبيهدده بقتل حفيده علشان يعترف له بكل اللي يعرفه عن خالد. لكن خالد بيطلع انصح منه وبيقرر انه يسرب معلومات عن مكانه علشان يستدرك فيجي وفريقه ويقتلهم. ولما بتعرف اريا المعلومه بتبلغ فيجي. وتاني يوم بيكون فيجي ورجالته في المكان، لكن بيعرف انه فخ منصوب ليهم، وبيهاجمهم جيش من مساعدين خالد. وهنا بنشوف حبه اكشن عظمه العظمه، وفيجي وفريقه بيخلصوا على الارهابيين، لكن خالد بيكون فص ملح وداب الدحلاب. لكن على مين؟ فيجي الجامد اخر 10 حاجات بيكتشف ان في صوت فراغ تحت رجليه، فبيطلب من واحد يشوف له اللي تحت الارض، وبيطلع انه المخبأ بتاع خلوده اللي اخيرا بيتقبض عليه. وبعدها عبد الله بيتصل بكل الاجهزه الامنيه وبيطلب منهم يقبضوا على الهنود الخمسه. وهنا يا صديقي بينتشر الحراس في كل مكان على الحدود. وفي البيت الامن بيحاول خالد يستفزهم علشان يقتلوه، لكن فيجي بيقول له انه هيرجع بيه الهند علشان يتحاكم على اللي عمله. وتاني يوم بتروح اريا تشتري اكل لزمايلها اللي بقوا هفتانين من قله الاكل، لكنها بتلاقي
بيلاقي الامن بيفتش كل البيوت والعربيات ومش سايب حاجه، فبتروح على البيت الامن بسرعه وبتبلغ في جاي انهم لازم يهربوا حالا، فبيخدر خالد وبينقلوه في عربيه اسعاف علشان يعدوا به الحدود، وبتتصل اريا تبلغ لاكشمان بطريقهم والمنفذ اللي هيعدوا منه للهند. وبعدها في جاي بيقول لها انه مش واثق في لاكشمان وهيغير الطريق، وبساعتها لاكشمان الخاين بيروح يبلغ عبد الله بمكان في جاي واللي معاه، لكن في جاي بيبلغ العقيد انه هيوصل من الطريق التاني، وبكده يقدر يعرف مين في الطريق اللي هيكون فيه ناس هتحاول تمنعه، وساعتها هيعرف الخاين. اما العقيد فبيكون قاعد مع زميله في نود وبيقول له على مكان في جاي. انا ابتديت اتوغوش من العقيد ده، انا بقول ان هو اللي هيطلع الخاين في الاخر، ما تيجي نعرف ايه اللي هيحصل. المهم ان العقيد بيروح يبلغ وزير الداخليه، وبعدها عبد الله بيقول للاكشمان انه غلطان وانهم هيدخلوا من طريق تاني، وبيبلغ الحرس انهم يراقبوا الطريق كويس، لكن بطلنا اللي مفيش منه اتنين بيستخدم معبر تالت خالص هيوصله للهند على طول. وطبعا علشان يكون في شويه دراما اخيره بقى بيفوق خالد وبيهاجم في جاي، لكن في جاي بيضربه وبيغمى عليه تاني، وقبل ما يوصلوا للمعبر بيفكر لاكشمان في كلام في جاي عن الطريق، ووقتها بيكون متاكد ان في جاي بيخدعهم وانه هيرجع للهند من المعبر الثالث. وفي نفس الوقت ده بيكون في جاي وصل للمعبر وبيقف بعربيه الاسعاف في الطابور، فبيروح اتنين من اعضاء الفريق وبيكلموا ضابط الحدود على عربيه الاسعاف وبيطلبوا منه يعديهم وبيوريله الموافقه اللي معاهم. فبيروح الضابط يشوف العربيه، هنا بتمثل اريا انها دكتوره وبتعالج خالد اللي بيموت، فبتدخل على الضابط وبيعديهم، واخيرا بيرجعوا بخالد للهند. واول ما بيوصلوا بنعرف انه بعت رساله يبلغ العقيد ان في بينهم خاين، عشان كده العقيد قال قدام فينود انه هيبلغ الوزير وسابه لوحده، وكلامي بيطلع غلط والوزير بيطلع طيب وابن حلال، وفينود بيطلع هو الخاين وبيتقبض عليه، وبيسلم في جاي وفريقه خالد للعقيد. وبكده يكون فيلمنا خلص. توحشوني والله الفيلم الجاي، لو عاوزين نتقابل تاني وطبعا عاوزين انا عارف، ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. اشوفكم في فيلم جديد، سلام.